السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ اتمنى تكونوا دايما بخير وفي اتم صحة واحسن حال. واخيرا هنجرب مع بعض الترند اللي مكسر الدنيا الايام دي وعامل قلبان جامد. بصراحة كده كل ما امشي خطوة الاقي الفطيرة دي قدامي. بصراحة كده حبيت ان انا اجربها معاكم ونشوف الوصفة دي عبارة عن ايه وطعمها ايه وتشبه لايه. هل هي كيكة ولا مخبوزات ولا معجنات ولا فطيرة؟ لسه كل ده ان شاء الله هنشوفه في فيديو وهقول لكم رأيي فيها بكل صراحة. وكمان هنشوف تستاهل التجربة أو هي تستحق التجربة فعلا ولا لأ. الوصفة دي اسمها طاقية السلطان أو تقدروا تسموها بريوش. هي كده وصفة انتشرت الفترة اللي فاتت دي بطريقة كبيرة جدا والكل جربها، فحبيت ان انا اجربها معاكم. فتعالوا بينا على طول نبدأ الفيديو ونشوف مكوناتها ايه وهل هي تستحق التجربة فعلا ولا لأ. فتعالوا بينا على طول نبدأ الفيديو ونشوف مكوناتها وطريقة التحضير. بس أهم حاجة ما ننساش نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ الفيديو على طول. نسمي الله. واول حاجه معانا في طبق عميق هنبتدي نضيف نص كوبايه من اللبن الدافي وزيها نص كوبايه من الميه الدافيه. استخدمنا كمان الميه دافيه علشان الخميره تتفاعل معانا بسرعه. هضيف كمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه وهنضيف ربع كوبايه من الزيت. ومعانا كمان بيضه هنبتدي ناخد الصفار بتاعها نسيبه على جنب والبياض بتاعها هنضيفه في السائل بتاعنا. الصفار ده هنغطيه كده بستريتش راب او كيس تلاجة كده نضيف علشان يفضل طري معانا وما ينشفش. وهنسيبه بقى على جنب كده لان هنستخدمه في دهان الوش. هنضيف كمان تلت كوباية من السكر، ما يعادل تقريبا من 4 ل5 معالق كبار من السكر. وبس كده هنبتدي نقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها، السكر يدوب والخميرة كمان تبتدي ان هي تطلع فقاعات معانا علشان نتأكد من سلامتها. اما المكونات الجافة فهتكون عبارة عن 3 كوبايات وربع من الدقيق او 3 كوبايات ونص، وده طبعا بيرجع لاحتياج الدقيق بتاعك او نوع الدقيق، لان طبعا في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق مش بيقبل السوائل. ضفت كمان على الدقيق رشة صغيرة من الملح ودي طبعا علشان تظبط الطعم. وبالمعلقة بدأت ان انا اقلب الخليط ده كده الاول مع بعضه لحد طبعا ما امسك الدقيق مع المواد السائلة. وبعد كده هبتدي ان انا اقلب بايدي او هبدأ ان انا اعجن العجين ده بايدي. طبعا لو عندكم عجان هتبدأوا تحطوا بقى كل المكونات دي في العجان، و5 دقايق او 7 دقايق بالكتير هتكون جاهزة معانا العجينة بتاعتنا. ببدأ ان انا اعجن كده العجين بتاعي، وزي ما قلت لكم لو احتجتوا سوائل هتبدأوا تضيفوا كده معلقة مية بمعلقة مية او لبن طبعا. ولو محتاجتش ميه خلاص هتبدأوا ان انتوا تهجنوها هتظبط معاكم على طول. اهم حاجه العجينه اللي هتكون معانا هتكون عجينه كده طريه. عجينه البريوش يا بنات لازم تكون طريه معانا ما تكونش قاسيه او ناشفه. بعد ما عجناها، واهم حاجه نخدم العجينه كويسه جدا. اهم حاجه في نجاح المعجنات ان هي تتخدم كويس. قسمت العجينه دي بعد كده نصين بالتساوي، يعني بالنظر كده يا بنات الجزئين اللي احنا قسمناهم هيكونوا كده قد بعض الاتنين عشان لما نيجي نفردها يكون كده متساويين. جبت كده طبق عميق تاني وبدأت ان انا احط فيه العجينة بتاعتي. واول طبق هاخده هبدأ ان انا اضيف عليه معلقة وربع من الكاكاو الخام الاسباني الغير محلى. تمام. هنبدأ نضيف عليه 3 مكعبات من الزبدة وهنبتدي ان احنا نعجنهم كده في بعض. طبعا في هنا يعني خطوة كان ممكن ان احنا نعملها، ان احنا ندوب الكاكاو بتاعنا الاول في معلقة او معلقتين من الزيت كده علشان لما نضيفه على العجينة يتلم بسرعة معانا ويتعجن كويس وما يعذبناش في العجين. هنبدأ بعد كده نعجن بقى. في الأول كده تحسوا إن العجينة قطعت معاكم واتبهدلت كده، فعلى طول هتبدأوا تستمروا في التقليب أو في العجين هتتعجن معاكم وهترجع كده تتلم بالشكل ده وهتتظبط معاكم على طول. زي ما احنا شايفين العجينة طرية جدا وناعمة وفيها تلزيق كده حاجة بسيطة جدا. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هبدأ بعد كده أغطيها كده بكيس تلاجة نضيف أو استرتشراب وهحطها كده في مكان دافي علشان تختمر معانا. أما بالنسبة للعجينة التانية هبتدي إن أنا أضيف عليها بس مكعبين 2 من الزبدة، ومش هضيف عليها دقيق ولا اي حاجه تانية خالص. طبعا انا زودت العجينه التانية 3 مكعبات من الزبده علشان طبعا معلقه الكاكاو او المعلقه ونص الكاكاو اللي احنا ضفناه. اما العجينه دي فهنكتفي بالمكعبين الزبده. طيب لو مفيش زبده ممكن ان احنا نستخدم زيت عادي، هتستخدمي معلقتين زيت في كل قطعه عجين من اللي احنا استخدمناها. بعد كده بدات ان انا اغطيها برده بكيس تلاجة كده نضيف، ودلوقتي هحطها في مكان دافي علشان تختمر معانا. وبما اننا في الشتاء بقى المعجنات بتغيب معانا شويه على ما تختمر. في الوقت ده ممكن ندفي الفرن بتاعنا شويه او فرن البوتاجاز هندفيه حاجه بسيطه خالص. بعد كده هنغطي بقى العجينه بتاعتنا وندخلها جوه فرن البوتاجاز. طبعا هو مطفي يا بنات، يعني ندفيه بس شويه وبعد كده هندخل العجينه بتاعتنا تختمر. هتقعد معانا تقريبا نص ساعه، يعني هي قعدت معايا نص ساعه بالظبط وكانت جاهزه. جبت كده بقى سطح العمل اللي انا هفرد عليه العجينه، رشيت كده رشه من الدقيق وبعد كده رشه من الدقيق فوق كده على العجينه لانها طبعا طريه جدا وملزقه فهتعذبنا في الفرد. فبنحط كده رشه من الدقيق فوق العجينه ورشه على سطح العمل. وببدا افرد العجينه بتاعتي على شكل مستطيل الى حد ما كده، لازم نساوي العجينه تكون كده متساويه. سمك العجينه بتاعتنا بتكون تقريبا اقل من نص سنتي، يعني كده الى حد ما بتكون مفروده قوي.
جبت بقى العجينة البيضة بتاعتي حطيتها تحت. بعد كده بنجيب العجينة اللي بالشوكولاتة وحطيناها كده على البيضة. تمام كده. وبالنشابة برضو هبتدي ان انا افردها كويس جدا او اضغطها علشان هما الاتنين يتضغطوا في بعض كويس قوي. خلاص كده. وفردت العجينة كمان على شكل مستطيل بالتساوي بالظبط زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي بقى تقدروا تحشوها باي حشوه زي ما انتم عايزين. ممكن تحشوها نوتيلا، ممكن تحشوها شوكولاته سبريد، ممكن على فكره تحشوها مربى زي ما انا هعمل دلوقتي، وممكن كمان نحط بقى مكسرات او شوكولاته خام زي ما تحبوا. بدات كده احط شوكولاته سبريد ورليت كده رولين. وبعد كده جبت كمان ميكس من المربى، معلقه من المربى، وحطيتها كمان بعد ما رليت العجينه كده رولين. تمام. طيب انا عملت كده ليه يا بنات؟ علشان العجينه احنا بنلفها رولات كتيره قوي، فكل رول من الرولات ده بيكون فاضي او فارغ مفيش فيه شوكولاته. فبما اننا عملنا الحركه دي فبالتالي هتكون كل رقه او كل طبقه من طبقات الفطيره دي هيكون فيها حشوه. وبما اني بقى حطيت ميكس المربى مع الشوكولاته السبريد هتدي طعم جميل جدا في النهايه. بعد كده يا بنات بنيجي بقى نستخدم التلات ارباع وبنسيب الربع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنبتدي ان احنا نعملها كده شرايط طوليه قطعه البيتزا بقى او بالسكينه بالشكل ده. وبعد كده نبتدي ان احنا نضفرها او بنعملها كده شكل حلزوني. كده خلاص هي كانت جاهزه معانا. طبعا الجزء اللي بيتبقى ده بيكون الربع، يعني بيكون اقل من الكميه اللي احنا رليناها. بعد كده بنبدا بقى نرول باقي العجينه على الشراشيب اللي احنا جهزناها دي. ونبدا بقى ان احنا نثبتها كده ونقفلها من الجوانب علشان طبعا الحشوه ما تخرجش من العجينه. جهزت بعد كده صينيه مقاس 22. وبنبدا ان احنا نحط فيها كده ورق زبده مدهون كده بمسحه من الزيت او الزبده. بعد كده هنحط بقى العجينه بتاعتنا في الصينيه وهنظبطها كويس برده زي ما احنا شايفين كده. هغطيها بقى بكيس تلاجة نضيف وهحطها برده في مكان دافي لحد ما تختمر للمره التانية وتضاعف حجمها. وتعالوا بقى نشوفها كده بعد ما اختمرت معانا. شايفين اللهم بارك شكلها بقى عسول قوي كده، اختمرت وقلبظت معانا وانتفخت بالشكل ده. على طول بقى هنبتدي نجيب صفار البيضه اللي احنا جهزناه. هنحط عليه معلقتين من اللبن ورشه من الفانيليا ومعلقه من الخل. وهنبدا ان احنا ندهن الوش بتاعنا بالخليط ده، طبعا علشان ياخد معانا وش كويس ولون دهبي. ببدا كده بالشكل ده بالفرشه بتاعتي هبتدي ان انا ادهن العجينه دي. العجينه يا بنات جميله جدا وزي ما احنا شايفين ما شاء الله تضاعف حجمها. يعني نخلي بالنا كده واحنا بندهن بالفرشه علشان طبعا ما تتبهدلش معانا وتطلع الهواء اللي فيها. احنا عايزينها طبعا تفضل محافظه على شكلها كده علشان نعرف نسويها كويس. في الوقت ده بكون شغلت الفرن بتاعي على درجه حراره 200 علشان يسخن كويس معايا. بعد كده هدي النار ل 180 وبدخل الصينيه بتاعتي على الرف الاوسط على درجه حراره 180. وبنسيبها تقريبا لمده نص ساعه او 35 دقيقه. من وقت للتاني بنبتدي ان احنا نقلب الصينيه كده شويه بشويه، بنديرها كده شويه بشويه. طبعا انا مش مشغله الشوايه، انا مشغله الفرن من تحت بس. بعد مرور نص ساعه بتبدا الفطيره بتاعتي بتبدا ان هي تحمر من صهد الفرن او من حراره الفرن. يعني مش بضطر ان انا افتح لها الشوايه خالص. ولكن لو انتوا حسيتوا ان هي اختمرت ان هي اخدت لون كويس من تحت معاكم ولسه ما احمرتش من فوق، في الحاله دي بتبداوا تفتحوا الشوايه وتبداوا ان انتوا تسيبوها لما تاخد اللون اللي احنا محتاجينه. ونخلي بالنا يا بنات علشان ما تتلهفش بسرعه معانا لان احنا دهنينها بيض ولبن. فالبيض واللبن سريع ان هو يلهف الحاجه بسرعه. فنخلي بالنا علشان ما تتحرقش. بعد ما بتخرج على طول وهي لسه سخنه كده بجيب مكعب من الزبده بسيحه وابدا ان انا ادهن الوش بتاعها. طبعا الزبده هنا غير ان هي تخلي طعمها حلو هتديلها برده طراوه وريحه وطعم كويس جدا. هغطي الفطيره بتاعتي برده تاني وهي لسه سخنه كده علشان تفضل طريه معانا يعني لمده 10 دقايق كده او ربع ساعه. بعد كده نبدا ان احنا بقى نستخدمها ونقطعها وتقدموها بألف هنا وعافيه. بعد مرور ربع ساعه بقى شايفين يعني السخونه بتاعتها وايه الحراره بتاعتها خلتها كده تبقى طريه من جوه لما غطيناها. فما شاء الله اللهم بارك شكلها جميله جدا وطريه قوي. هنبدا بعد كده بقى نقلبها علشان نحوش ورق الزبده اللي موجود في الفطيره من تحت ونقطعها بقى وندوقها مع بعض كده علشان نشوف طاقية السلطان دي طعمها ايه وتشبه لايه في المعجنات. وهل هي فعلا كويسه وطعمها حلو ولا هي صيت على الفاضي. فبدات اشيل كده ورق الزبده بالراحه كده يا بنات زي ما احنا شايفين. ما شاء الله اللهم بارك الفطيره عامله زي السحابه بالظبط، تحسوا ان انتوا شايلين هوا في ايدكم كده. ما شاء الله طريه جدا يعني في منتهى الطراوه بجد زي ما بيقولوا. هي فعلا طريه قوي. هبتدي بقى اجيب السكينه وهبدا ان انا اقطعها. بنبدا بقى نقطعها كده لشرايح طوليه بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. وبعد كده هتقدموها بألف هنا وعافيه. بجد بقى وبكل صراحه هي فعلا طعمها حلو قوي. عايزه اقول لكم ان هي فعلا طعمها زي المولتو، يعني عارفين المولتو كده هي طعمها زي المولتو بالظبط.
طبقات الشوكولاتة بقى لازم تكون كتيرة جواها، يعني ما نقتصرش بس على لفة واحدة بس أو حشوة واحدة، لأ إحنا ممكن بين كل رول والتاني نحط حشوة، ممكن نزود حشوات مثلًا نوتيلا، ممكن نحط سبريد شوكولاتة، مربى زي ما قُلت لكم. هي طلعت جميلة جدًا بحشوة المربى، يعني ميكس الشوكولاتة مع ميكس المربى كان عامل طعم حلو أوي. الفطيرة جميلة جدًا يا بنات، بجد زي الهوا بالضبط، خفيفة وهشة وقطنية وبجد طعمها حلو أوي. عايزة أقول لكم الأولاد بجد حبوها جدًا، طعمها كان حلو أوي، أنا كمان حبيتها واستمتعت بطعمها مع كوباية قهوة كده في البرد ده أو كوباية شاي، ما شاء الله تبارك الله. بجد تسلم إيد اللي عملتها وتسلم أفكارها. إن شاء الله يا بنات نتقابل على خير في فيديو جديد، أسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.